بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى بنات في كل مكان؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله معايا وصفة من الوصفات القوية جدا جدا لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه بالإضافة إلى فرده وتنعيمه. بس في البداية بقى ما تنسوش لايكس كتيرة جدا، اضغطي لايك، اضغطي على اشتراك إذا كنت لسه ما اشتركتيش، اضغطي على الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو سواء كلمة اشتراك او سبسكرايب. ما تنسيش تضغطي على علامة الجرس وبعد كده كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بأمر الله تعالى. يلا بقى نسمي بالله ونشوف احنا هنستخدم ايه في وصفتي الجميلة السهلة جدا جدا النهاردة. ألف ب تطويل الشعر، استخدامك للبصل. يعني ايه؟ يعني لو عايزة بجد وعزمتي انك تطولي شعرك يبقى استخدمي ماء البصل وانت مطمنة جدا ان شعرك هيطول ويبقى فيه نتيجة قوية جدا جدا جدا. بصل ابيض او احمر، بس بحس ان البصل الاحمر نتيجته قوية جدا. تستخدمي 2 بصلتين كده متوسطين الحجم، تقشريها كويس وبعد كده تبدأي تبشريها بالمبشرة عشان تحصلي على تفل البصل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا عشان نحصل على الجوس او على العصير نجيب المصفى ونبدأ نصفي التفل ده كويس جدا جدا لحد ما نحصل على عصير البصل او ماء البصل. وطبعا الصفايه بتنقيه من اي شوايب ممكن تعلق في شعرك وتكون عائق بالنسبه لك وبتبقى تضايقك قوي. بعد كده هنستخدم كبسولات فيتامين اي، تقدري تلاقيها في الصيدليه، بتبقى يا اما متاحه باللون الاخضر او الاحمر او الاصفر، اي نوع مش مشكله، المهم يبقى فيتامين اي الممتاز جدا في تطويل الشعر. وكمان مش عايزه اقول لك كمان ان هو كمان مفيد جدا للبشره. تبداي تقصي كبسوله وتضيفيها على الخليط. بعد كده هنضيف معلقه كبيره من زيت الخروع. يبقى احنا 3 مكونات: ماء بصل، كبسولات فيتامين اي، زيت الخروع. ونبدأ نقلب كويس جدا 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 ونسيبها كده، نتركها مثلا لمدة لا تقل عن نص ساعة قبل الاستخدام. بعد كده هنبدأ نستخدمها بكل سلاسة. يلا نشوف طريقة استخدام الوصفة الجميلة دي. عايزة اقولك ان الوصفة دي تناسب الاطفال والكبار كمان، بس الاطفال يا حبذا لو بداية من سن 6 سنوات هتبقى مفيدة جدا ليهم. بالنسبة للكبار مفيدة جدا جدا جدا، بالاضافة لو انت داومت على استخدامها هتخلصك نهائيا من الشيب والشعر الابيض وتخلي دايما شعرك اسود او بتعمل له انتقال للونه الطبيعي ايا كان بقى حضرتك. في الاساس شعرك لونه بني او اسود واتيفر، بس بتعمل عمليه انتقاليه كده للشعر بترجعه للونه الطبيعي الاصلي بدون اي شيب او شعر ابيض. طريقه استخدام وصفتنا: يكون شعرك نظيف وناشف. نظيف يعني تكوني غسلاه كويس جدا قبلها بشامبو طبي او عشبي، مخلصه شعرك نهائيا من اي زيت او اي كريم عالق في شعرك من مرات سابقه. تنضفي شعرك كويس جدا جدا وتسيبي شعرك لحد ما ينشف. تاني يوم بقى وتأكدي ان شعرك نضيف وناشف، تبدأي تاخدي قطنة تغمسيها في الوصفة الخطيرة بتاعتنا دي، تبدأي تعملي مساج في كامل فروة الراس. زي ما تعودنا المساج بتاعنا يكون بطيء جدا، اوعي تعملي المساج بقوة. المساج القوي بيعمل على زعزعة البصيلة وبالتالي الشعر هيبقى ضعيف جدا وهيقع. فانت كده بدل ما تستخدمي الوصفة وتاخدي فوائدها انت كده بتضري شعرك. لازم يكون المساج بطيء جدا جدا يا بنات. وعايزه اقول لك حاجه: لازم تعملي مساج لمده 10 دقايق وانتي واقفه عادي. بعد كده اعملي مساج لمده 10 دقايق وانتي نايمه على مخده بزاويه 45 درجه. ده بيساعد على تدفق الدوره الدمويه وتنشيطها في فروه الراس، وبالتالي التغذيه الكامله توصل للبصيله سواء بالدم المحمل بالاكسجين او اي فيتامينز انتي بتحطيها في وصفتك دي. فانت كده بتحصلي على الفايده الكامله للوصفه. بعد كده تبداي تغطي بقى شعرك ببونيه او تلبسي الكيس واتيفر المتوفر عندك، وتسيبي الوصفه لمده 45 دقيقه. 45 دقيقه يعني ساعه الا ربع، وتعملي الوصفه دي مرتين كل اسبوع. اتعودي يبقى روتين اساسي واستمري عليه لمده لا تقل عن 3 شهور. شوفي بقى مدى طول شعرك. شعرك لو انت متعوده ان هو يطول ببطء شديد هتفوجئي ان شعرك بدا يطول بسرعه جدا. لو جيتي تقصي الاطراف هتحسي ان هو طول بسرعه جدا. بعد استخدامك للوصفه دي هيبدا شعرك يطول سريعا جدا جدا. لو استخدمتيه مثلا لطفله شعرها عاجز انه يطول، استخدمتي طرق كتيره ان تطولي شعر الطفله دي ومفيش فايده، مش بيطول، بعد استخدامك للوصفه دي هتفوجئي ان شعرها بدا يطول بسرعه جدا. هتفوجئي ان شعرك
شعرك اللي فيه تقصفات وهيشان وتموجات، بدأ شعرك يتفرد، بقى طري، بقى ناعم، بقى فيه رطوبة جميلة وناعم. طبعا كمان هتتخلصي نهائيا من مشكلة الشعر الهايش والشعر المتقصف اللي دايما البنات بتعاني منها. ولو شعرك دايما متقصف كده وهايش، استحالة بقى شعرك يطول، وانسى ان شعرك يطول طالما في تقصف وهيشان وشعر ضعيف وتعبان. فده يخلصك نهائيا من التقصف والهيشان. يعني اللي بتعاني من تساقط الشعر، ما تنسيش ان احنا حطينا زيت الخروع اللي بيحميكي من تساقط الشعر او الشعر اللي بيتساقط، وبيعالج لك كمان فروة راسك من القشرة. دايما بيبقى فيه انواع قشرة عنيدة كده ملتصقة بفروة راسك، سواء بقى القشرة بتاعتك جافة او دهنية عنيدة. بيخلصك الوصفة بتاعتنا دي، بتخلصك نهائيا من القشرة بنوعيها. كمان بتعملك على كثافة شعرك بيبقى كثيف. بنات اللي شعرها طويل وناعم ولكن بتعاني من الشعر الخفيف جدا، اليكي هذه الوصفة السحرية بجد، بتديكي كثافة رائعة للشعر ولفراغات شعرك. زودي كمان الوصفة على الاماكن الفارغة اللي موجودة في شعرك او في فروة راسك، زودي كتير جدا عليها واعملي لها مساج اكتر، هتلاقيها فجأة شعر طول وشعر بقى ينبت كتير في الفراغات دي. كمان لو انت شعرك خفيف من مقدمة الراس او منحول، هتفوجئي ان شعرك بقى كثيف جدا من مقدمة شعرك وبدأ بيبي هير يظهر. الحقيقة الوصفة دي هايلة جدا يا بنات، استمروا عليها. بعد مرور ال 45 دقيقة تبدأي تشطفي شعرك بقى شامبو التب بتاعك او العشبي، وبعد كده هتبدأي تغسلي شعرك برضو او تستخدمي كمية مناسبة من البلسم عشان تتخلصي من ريحة البصل. طيب لو مش متاح عندك بلسم، تقدري تشطفي شعرك بالبن المطبوخ، ده بيخلصك نهائيا من ريحة البصل. ازاي؟ ناخد معلقتين كبار من البن على كوباية من المية المغلية ونقلبهم كويس ونسيبها لحد ما تبرد. بعد كده نصفيها وتشطفي بيها شعرك كويس وتغسلي جدا فروة راسك وشعرك، هتلاقي نهائي اي ريحة تخلصتي منها نهائيا. كمان تستخدمي ماء البقدونس، وده بيتعمل تجيبي ربطة كبيرة من البقدونس تغسليها كويس جدا وتنضفيها وتحطيها مع لترين من المية وتسيبيهم يغلوا جدا لغايه ما لون الميه يبقى لونها يتحول الى اللون الاخضر. بعد كده هتسيبيها تبرد، وبعد كده صفيها، وبعد كده شطفي بيها شعرك واغسلي بيها فروه راسك كويس وشعرك كله. عايزه اقولك ان فوائدها كتيره جدا. الموضوع ده اولا بيخلصك نهائيا من اي ريحه علقه في شعرك، تاني حاجه بتعملك على ترطيب وتطهير فروه راسك ودايما يخلي راسك شعرك رطب وجميل جدا. لو استخدمتوا الوصفات دي بعد وصفة النهاردة هتخلصك نهائيا من اي ريحة موجودة في فروة شعرك. عايزة اقولك انك لو داومتي على وصفتي النهاردة بجد هتدي لشعرك طول ونعومة وكثافة لم تعهديها من قبل. ولكن استمري كتير جدا على وصفتي، بجد وصفة يا بنات تحفة ورائعة، اتمنى كلكم تجربوها. وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، اتمنى نكونوا استمتعتوا. ولكن استمري كتير جدا على وصفتي، بجد وصفة يا بنات تحفة ورائعة، اتمنى كلكم تجربوها. وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، اتمنى نكونوا استمتعتوا. ولكن استمري كتير جدا على وصفتي، بجد وصفة يا بنات تحفة ورائعة، اتمنى كلكم تجربوها. وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، اتمنى نكونوا استمتعتوا.